وانت فاتح نص ليه؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا استاذ، يا اهلا بالشروه اللي زي العسل. انتوا قافلين ليه؟ ظروف يا حاج. ظروف بقالكوا 3 ايام قافلين، ده انتوا شبعتم من الظروف، شبعتم. امورنا يا حاج. شبعتم من الضحك على مخاليق ربنا. طب ليه بس الغلط يا حاج كده؟ عشان احنا هربنا من الجديد وقلنا نروح سوق المستعمل، اتاري السوق منيل ب60 نيله راخر. يعني اني اشتري تليفون بقالي 5 شهور شغال، والاخر اتفاجئ التليفون يروح واقف مره واحده، واروح لعطيه ابن اختي، لاقي عطيه التليفون وقف يا ابني، يقول لي يا خال ضرب على التليفون، قال لي التليفون عليه ضرايب. يبقى انا شاري التليفون ب6000 وعليه ضرايب 4000 ونص. قلنا حاجه كده الجهاز. يبقى انا شغال حرامي، انا شغال حرامي عشان اكبش واديلكوا انتم. الجهاز اهو في ايدك صاغ سليم بالكيسه بتاعته بالتتك بكله، تاخد تليفونك وتديني فلوس يا باشا، وانا ما يلزمنيش منك حاجه، وبيني وبينك حد الله بعد كده. الجهاز يا حاج انت شاريه من هنا؟ لا شاريه من هناك. اتكلم معايا عدل عشان نعرف نحل مع بعض. هو انت يعني ما انتش عارفني؟ ما انا شاريه من هنا. هو انا يعني لو مش شاريه من هنا كنت انت دخلتني ووقفتني وكلمت معايا؟ على فكره انت دخلت دخله غلط والمفروض انا ازعلك، بس انت عشان راجل كبير انا خليتك تجيب. الجهاز ده شاريه من هنا؟ برضه تاني؟ شاريه من امتى؟ بقول لك بقاله 5 شهور. 5 شهور. استغفر الله العظيم. شغلانه بقت منيله ب60 نيله. وانا مالني؟ وانت تكسبوا وانا ادفع؟ وانت تعرف انا جايب ثمنه منين؟ حاجه انت شاريه في شهر 1 اللي فات. شهر 1 اللي فات. وشاريه زيرو ضريبه. مش التليفون ده يا حاج وانت بتشتريه احنا شيكنا على الضريبه وكان زيرو ضريبه. ما اعرفش حاجه، انا جاي اشتري تليفون مستعمل عشان ما يبقاش عليه حاجه. السكرينه يا حاج موجوده هنا ايه؟ انا ما اعرفش لا سكرينه ولا سكرتينه ولا الموال بتاعك ده. هو انا شايف حاجه هنا؟ انت عمال تعمل كده. هو انا شايف حاجه هنا؟ انا بفهم حاجه